هاني أبو ريدة يعلن عن مفاجأة في حرمان الأهلي من قيد 7 أجانب في كأس العالم بعد أزمة الانسحاب. لتفاصيل الخبر أرجو الاشتراك في القناة. هاني أبو ريدة يدرس التراجع عن وعده للأهلي بمنحه 7 مقاعد للأجانب في كأس العالم. تعرف على ما حدث. طبعا زي ما احنا عارفين كل نادي له الحق انه يؤيد او يقيد 5 اجانب في قائمته، ولكن نظرا للقوانين الفيفا الجديدة الاستثنائية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية في أمريكا، منح النادي الأهلي انه يأخذ كمان 7 أجانب بشكل استثنائي في المونديال. والأهلي طلب من هاني أبو ريدة تنفيذ هذا الأمر الاستثنائي للنادي الأهلي، لأن الفيفا منح الاتحاد القارية حرية تطبيق هذا القرار أو لا. يعني الفيفا تقدر تحرر القرار ده أو ما تحرروش. من الآخر كده هو اقتراح من الفيفا وكارت أخضر كده من الفيفا للاتحادات. اتحاد الكرة المصري عندنا لو عايز يطبقه هيطبقه، مش عايز خلاص هو حر. فهنا أبو ريدة كان وعد الخطيب إنه هيطبق للأهلي وهيمنح النادي الأهلي استثنائه بقيد 7 أجانب بدلا من 5 فقط في كأس العالم للأندية، علشان الأهلي يشارك في المونديال ب7 أجانب بدل 5. ولكن بقى بعد الأزمة الأخيرة دي وأزمة القمة والانسحاب وتدهور العلاقات بين الخطيب وهنا أبو ريدة، يعني دلوقتي هنا أبو ريدة بيدرس التراجع عن منح النادي الأهلي 7 أجانب في كأس العالم لمعاقبته. يعني الأهلي والخطيب لو انسحب أي كده مش هيديله ال7 كراسي أو ال7 أماكن بتوع الأجانب في المونديال.